اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعاده. صباحكم معطر بذكر الله، بس احنا مش في الصباح. مساء الهنا، مساء السعاده، مساء كل حاجه حلوه في الدنيا. احنا دلوقتي الساعه بالظبط الساعه 4:15، 15 دقيقة، 20 دقيقة بالظبط. أنا في الوقت ده سألت بنتي الساعة كام. كنت في مشوار ورجعت متأخرة وصايمين وهلكانين وربنا اللي يعلم بينا، ومش قادرة اعمل اي حاجه. فكنت مطلعه السمك على ما رحت مشواري وجيت، كان السمك فك. كنت حاطاه في الفريزر، جبته من السوق حطيته في الفريزر. هنضفه معاكم بالطريقه دي. واقفه بنتي بتقول لي يا ماما بطروخ، يا ماما ما ترموهوش يا بنتي، سيبيني خلاص، انا عايزه انضف السمك بسرعه علشان احنا صايمين، ما عادش الا اقل من ساعه. والنبي يا ماما سيبيه عشان انا بحبه متحمر وكده يعني. فقلت لها خلاص انا هحشلك البطاريخ اللي فيه. هو سمك ممتاز ما شاء الله. كان بصراحه يعني خساره ان هو يتفتح كده، كان عايز يتشوي كله في بعضه كده، كله دهنه ما فيهوش اي حاجه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جالي كومنت بتقول لي انت كل شويه بتقولي على المكنسه الكهربائيه ما شاء الله ما شاء الله. انتي المفروض يا حبيبتي تدخلي اساسا تقولي ما شاء الله. لو الحاجة عجبتك او ما عجبتكيش تقولي ما شاء الله. ذكر الله ورسول الله ده مش وحش، ده حلو وممتاز لكل حاجة، لأكلك لشربك لأدواتك لكل حاجة. فانتي زعلانة من كلمة ما شاء الله، حطي لي حبيبتي ديسلايك لو مش عاجبك الفيديو، وتعليقكم على عيني وعلى راسي، كلكم على عيني وعلى راسي. بس انا بحترم جدا جدا الناس اللي بتقدر الكلمة الحلوة، حتى اللي بتدينا حاجة ايجابية او طاقة ايجابية. بصراحة ما احبش اللي بيدي طاقة سلبية خالص، بتجاهله ولا كأنه موجود. فكل تعليقكم على عيني وعلى راسي. وما تنسنيش في لايك وشير وسبسكرايب لو عجبتك المحتوى وعجبك طريقتي في ان انا اقدم محتوى بسيط ممكن يفيدك او يفيد اي بنات مبتدئين. تمام تمام. دلوقتي غسلته ونضفته مرة واتنين وتلاتة واربعة. طبعا الحوض محدش بصي كأنه مش موجود، محدش يشوفه يعني، ما تركزوش معاه. طبعا احنا غسلنا المواعين بالليل، وده حبة كده مواعين اتلموا زي ما تعرفيش. فكل شويه اغسل ايدي بقى مكان زفرة السمك. فطبعا هو مش زفر، احنا حطينا عليه ليمون ونقطه خل صغيره وحشيته. كانت بنتي ساعتها بتعمل سلطه خضراء، فاخدت شويه منها وحطيت عليها الدقه اللي احنا عاملينها بانواع التوابل. بحب التوابل جدا، وكمان ملح وخل وليمون كتير ومظبطين الدنيا. فعلى ما خلصته كانت عملت لي بصلايه، فقلت احمرها معاكم على برضو هي ما تغسل الرز. فيعني انا وبنتي كنا واقفين كده احنا الاتنين احنا بصراحة ما شاء الله يعني اللهم بارك. انا وجوزي وولادي كنا صايمين يعني اليوم اللي احنا كنا صايمين في رجب. الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. عندي هنا المية غلت، وطبعا جابت لي الرز هصفيه بقى علشان المية يعني كان كتير جدا عليه، مش عارفة اخده من الميه. فاحط كل الرز. طبعا احنا عاملين رز الصياديه ده كتير جدا. وطبعا عندي هنا عدليه من بتاعه زمان، عارفين انتوا عدليات زمان. انا طبعا كنت ركناها تماما، ما بعملش بقى حاجه. وزي ما انتوا شايفين جديده خالص. فطبعا انقرضت انقرضت من الجهاز خالص من الاسواق. وطبعا بقالها 20 سنه يعني ويمكن اكتر. ف مش عارفة يا الحاجة والدتي الله يرحمها كانت جايبها لي وانا لسه تقريبا في اعدادي او ابتدائي، فانا مش عارفة يعني. فمش هتضر، هي على فكرة حلوة جدا. الناس بقى اللي هي في التمانيات زي كده هم اللي يعرفوا قيمتها. هي حلوة جدا والله، وكانت بتلمنا كلنا. ويلا الله يرحم الجميع ويبارك في اللي موجودين. المهم هنعمل بقى ايه على ما الرز يستوي كده؟ هنعمل عصير عشان زي ما قلت لكم ان احنا صايمين. هنجيب بقى الدرق القلاب بتاعنا ده الجميل اللذيذ. وهنعمل ايه دلوقتي؟ هننقص العصير بتاعنا، عصير ليمون. عصير الليمون ده جميل جدا جدا جدا. لو ما عندكيش فاكهة ممكن تعملي عصير ليمون عادي وتقضي يومك بيه عادي، احسن مليار مرة. انا طبعا حطيتهم تاني لان كان زايد قوي وكان بينزل مية من كل الاتجاهات.
فاحسن مليون مرة من انك تجيبي تمر الهندي وصبغة وحاجات من دي مش صحية. ده صحي جدا. طبعا حطيته في التلاجة، يعني احنا في شهر طوبة، يعني احنا في شهر رجب، ده شهر طوبة يعني ساقعة، فمش محتاجينه قوي. طبعا زي ما قلت لكم كانت الوقت ده ما عادش الا 10 دقايق بالظبط 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 على المغرب. فان شاء الله هنلحق، واول ما يقول الله اكبر ويأذن هيكون السفرة محطوطة. عندي هنا 4 برتقانات. طبعا بتجيبي انت البرتقان، لو انت عندك اطفال ما بيلحقش فانا عشت ال4 برتقانات وقلت اعمل لهم كيكه، يعني ما هو في الاول وفي الاخر ده بتاعهم يعني هما اللي هياكلوه. فاخدت منهم 3 برتقانات. طيب عم نعمل ايه النهارده؟ نعمل لهم حاجه حلوه بقى كده في السهره بيجوعهم، فيعني حاجه حلوه كده مع كوبايه شاي مع كوبايه حليب كده، يعني مع نسكافيه مع قهوة. هنعمل لهم كيكة. هنحط هنا 3 برتقانات بقشر، بصي هنقشرهم. طيب المفروض واحدة هتقولي بقى المفروض نحط بشر برتقان. هقولك يا حبيبة قلبي، انا ولادي لو لقوا فيه بشر برتقان ما بياكلوهوش، وانا عايزه ولادي ياكلوه. انت لو ولادك بيحبوا بشر برتقان، وده اساسا في كيكه البرتقان بيحبوا بشر برتقان، حطي بشر برتقان على حسب ولادك بيحبوا ايه تعملي. تمام، مش تعملي التقليدي. عندي هنا 3 بيضات. ينفع بيضتين؟ ينفع بيضتين في الظروف اللي احنا فيها ده، ينفع بيضتين. ينفع 4 حط 4، ينفع 5 حطي 5. بصي على قدر المستطاع، انا دايما بحب الحاجة المتوسطة. طبعا الكبة بتاعتي دي ربنا يكرمها، فانا مش عارفة انا حطيت الغطا بالغلط المرة اللي فاتت وانا بستعملها، فالبتاع البيضة ديت انكسر حتة منها، فحاول كده ابدل الشفشق بتاعها كده، فهشوف عم ابراهيم يرضى يبدلهن ولا لا، لان كان عليها ضمان وكده، فهنشوف لان هي ضد الكسر. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق. وعندي طبعا السكر، حطينا كوباية من السكر على الخليط. وهنا بيكنج باودر، هنحط بيكنج باودر ورشة صغيرة خالص من الملح. وطبعا احنا حطينا المقادير التاني بقى يا جماعة: 3 برتقانات، فانيليا، 3 بيضات، نص زيت، كوباية كبيرة من السكر. وهنحط الخليط كله على بعضه بالطريقة دي وهنبدأ. عارفين اقسم بالله العظيم حرفيا انا ما كنت نهضة ان انا احرك انا عامله مونتاج ومسرعه، انا ما كنتش نهضه احرك الخليط ولا نهضه ان انا اعملها، بس قلت بقى يعني ايه الحمد لله على كل شيء. حطيت حوالي 3 معالق او معلقتين من الميه في درق الكبه، وحطيتهم بقى على الخليط عشان اظبط الخليط معايا وما يكونش لا خفيف قوي ولا سميك قوي. طبعا هتدربي القارب بتاعك او حلة الكيك عادي خالص زي ما بنعمل كيكات، يعني عادي خالص. هجيب بقى السباتولة بتاعتنا كده والسيليكون، وهنزل كل الخليط معانا، ما تسيبيش حاجة ما تسيبيش حاجة. فالمهم انا ما بولعش البوتاجاز، ما بولعش الفرن الاول، انا بحط على طول، يعني انا بولعه من هنا احط على طول الخليط معايا. ما بحبش ان انا اولعه على طول، انا كده هي حاجتي بتطلع الحمد لله فضل ربنا كويسة. وخدت على كده. هنعمل بقى السمك في العدلية بقى بتاعتنا اللي هي من اكتر من 20 سنة. والبطاريخ اللي طلعت من السمك كان دهني جدا جدا. وطبعا الرز شغال هنقله على عين تانية. وطبعا ايه هجيب بقى الصلصة، هنعمل السمك المقلي ده بالصلصة. حلوة قوي قوي قوي، جربي الطريقة دي حلوة جدا. عجبت ولادي. انا كنت دايما بحطه في البوتاجاز في الفرن، يعني لما احمره كده هو نص تحميرة، وبعد كده احطه في على عين البوتاجاز. وعملناها قبل كده بطرق كتيرة جدا جدا جدا، واللي شايفيننا وبيشاهدونا ومتابعينا جربوا الطرق بتاعتنا، كانت ممتازة بمعنى الكلمة، والله بجد ممتازة ممتازة. عندي هنا صلصة جاهزة اللي احنا عاملينها طبعا، ومن ضمن تحضيرات الاسبوع اللي هي توم وبصل وطماطم. وزي ما انت شايفة معايا هنا كده هاخد منها كبشتين 3، وحطيت كمان ورا كاميرا 4 كمان علشان تكفي انا جيت احرك الجريل اللي معايا ده، الايد بتاعته طلعت معايا في ايدي، قدر الله ما شاء فعل، الايد انكسرت
فهحاول ان انا اصلح فيها. عايزه اقول لكم بقى بعد ما حسيت ان الزيت قليل شويه في اخر سمكيه، عايزه اقول لكم ان لو خدتوا بالكم لا هتلاقوا البطاريخ عماله تفرقع تك تك تك. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ما كانش فيه زيت كتير. لو كان فيه زيت كتير كنت اتأذيت. هظبطي بقى التوابل بتاعتك، فلفل اسمر، وانا بحب القرفه، بموت في القرفه، وحاطه كمان على الرز فلفل اسمر وقرفه وشويه ملح بقى. وظبطي الصلصه بتاعتك. طبعا الحته اللي تلاقيها من السمكه ما شاء الله منها كويسه يعني عاليه. شايفين البطارخ عماله تفرقع، فحطيت لهم نقطه زيت بقى. ف كانت السمكه الاخيره محتاجه نقطه زيت وكده. فطبعا الجريل اللي هو الصواني اللي مش متلتصقة فيها اي حاجة حلوة جدا في الوقت ده، اللي هو الفراخ، البط، اللحمة، السمك، اي حاجة ممكن ان انت تعمليها ما بتلتصقش فيها، فما تتردديش لحظة واحدة. طبعا ده السمك اللي موجود معانا والكمية اللي تكفينا، يعني هحط عليها الصلصة من فوق كده. وجرب الطريقة دي جميلة جدا جدا جدا. طبعا في الوقت ده احنا ما حطناش ليمون على الصلصة. تمام. احنا طبعا مشبعينه ليمون في التتبيله وعاملين يعني مش والله ما قصرنا معاه، والله ما قصرنا. المهم هنجيب ليمونه كده وهنقطعها ونحط على كل طبق شريحه، وهنجيب شويه برضو خضره برضو نفس الحكايه عشان تدي جرنشه بقى البيت. دي العين بتاكل قبل البق يا جماعه، او قبل الفم. فلازم تحسي كده ان كلمه تسلم ايدك يا ماما دي حلوه، حلوة قوي قوي قوي. لما ولادنا يكبروا ويتجوزوا كل واحد هيستقر في بيته، هتفتكر كلمة تسلم ايدك دي، هتلاقيها كانت اغلى حاجة عندك في الدنيا بحالها. طبعا في الوقت ده كان الاذان بيأذن وانا بغرف، يعني خلاص احنا في الوقت البدل الضايع في الكوره هنا. فغرفنا ودي اكلتنا النهارده. اتمنى ان الفكره تكون بسيطه وعجبتكم وتجربيها وتقولي لي رايك فيها. بحب قوي قوي اللي يقول لي رايه في وصفه عملها، بحب قوي كده بجد والله. وده السلطه بنتي عملتها. طبعا المكان مش واخد، هنوديها بقى هناك على السفرة. وما تنسنيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. ولو اول مرة تشوفي قناتي اتمنى من الله ان انتي تفعلي الجرس وتشتركي وتعملي لنا لايك للفيديو. وبحبكم كتير، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، بجد بحبكم، انتوا اغلى حاجة عندي. بعد ما فطرنا وشربنا عصرنا وخلصنا كل الفطار، تعالوا بقى نشوف الكيك. استوت معايا ما شاء الله ما شاء الله، اللون تحفة بجد. الكاميرا بتظلم اللون وبس ما بتظلمش الطعم. طبعا دي كيكة برتقان، فهنقدم معاها شرايح من البرتقان. لو هي كيكة فراولة هتقدمي حواليها برضو كيكة فراولة. كيكة شوكولاتة هتقدمي معاها كيك الشوكولاتة. فدي الكيك دي كيك برتقان. تعالي بقى نقطعها، برغم ان هي سخنه المفروض ما تقطعش دلوقتي، لازم تسيبيها تهدى شويه. بس انا مستعجله بقى، عايزه اروح اسمع المسلسل بتاعنا بقى. وكمان انا كنت ساعتها صليت كمان المغرب، فالحمد لله بفضل ربنا يعني. دي الكيكه عامله ازاي جميله، والمسام مش مفرغه او المسام جميل بمعنى الجمال. انا والله العظيم والله العظيم مش بشكر، بس اللي دي شهاده من اللي كانوا اللي اكلوها معايا، ودي طعمها ودي شكلها ودي حلاوتها ودي جمالها. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ رشا. بحبكم كتير، ربنا يدومكم نعمة في حياتي. احلى واجمل متابعين، كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.